انا اسف يا جماعه، اسف جدا، اسف اسف اسف. انا بعتذر لكل المصريين. احنا اكيد هيتقبض علينا قريب، انا وكل المؤثرين، كل الناس المؤثرين اللي خبطوا في اسراء واتكلموا عليها وعملوا حمله ضدها، كل ده هيتقبض عليه. هنتحبس بتهمه ضرب العلاقات البصريه مع اسراء. موقع بديعوت احرونوت بتاع اسراء قال كده، ومعمول في اول خبر واول صفحه. احنا انكشفنا يا مؤثرين، احنا بوظنا العلاقات المصريه مع اسراء يا مؤثرين، بوظنا العلاقات. علاقات ايه؟ ده علاقات مشبوهه. ده اللي يمشي معاك يا اسراء يتشبه. عارفين انتوا البنات اللي بتحذروا بناتكم منهم وتقول لهم ما تمشوش معاهم تاني؟ عارفين البنات دي؟ اهو اهل البنات دي بقى بيحذروهم ان هم ما يمشوش مع اسراء. قال احنا بنضرب العلاقات قال احنا بنضرب العلاقات المصريه مع اسراء. اتوكسي، ما هي مضروبة من زمان يا حنتي، مضروبة من 73، مضروبة في خلاط في سينا، مضروبة بالبيجامات الكستور، مضروبة باللي بتعمله في اخواتنا اهل القضية، مضروبة باتفاقها مع جطر بنت الوزة بالرشاوي علشان تخلوا صورتنا وحشة في دعم القضية وتخلوا صورة جطر بنت الوزة حلوة قدام الشعب الاسرائي. لا ومش كده وبس، صحيفة احرونوت الحنتي قالت ان احنا المؤثرين بناخد فلوس من جطر بنت الوزة رشاوي علشان ندعم فكرة الحرب بين مصر وإسراء، وإن إحنا بنعمل حشد للرأي العام. هو قصده علينا إحنا ولا على الخرفان الهربانين؟ الخرفان اللي بياخدوا فلوس من جطر بنت الوزة هم دول يا باشا، والله العظيم هم دول اللي بياخدوا فلوس من جطر بنت الوزة. خرفان وبياكلوا تبن وعلف من بنت الوزة، هم حيوانات وطيور مع بعضيهم. دول بياكلوا علف كتير يا باشا والله بالدولارات. اقبضوا عليهم يا باشا قبل العيد الأضحى. يعني حتى أحرونوت بتاعت بلاد الديمقراطية وبتوع حقوق الإنسان بيهبدوا الكلام بتاع الخبر ده. أقسم بالله كله ضحك كوميديا. وده بيدل على ايه؟ على ان الانتاج ضعيف بتاع اسراء، او الانتاج مش رايح في مكانه. ما هو فضايحهم كتير ورشاويهم كتير، والاخراج ضعيف والتمثيل ضعيف. فلس مخابرات إسراء فلست، دماغها فست. الشباك وأمان بقى تفكيرهم عيان. لقوا فاتحين بقى تحقيق رسمي في اللي احنا بننشره علشان يعرفوا مين اللي ورانا. بس أنا مش هخبي عليكم يا شباك، الله يمسيكم بالخير يا شباك، مش هضحك عليكم أكتر من كده يا أمان. أنا هقول لكم على التقيلة غير اللي انتوا بتنزلوها في الحمام يا شباب، واللي بتنزلوها من دماغكم يا امان. انا بصراحة من يومين كده اتصل بيا تميم بتاع جطر بنت الوزة وقال لي ازيك يا بلبل مصر؟ قلت له مين معايا؟ قال لي انا تميم. قلت له وانا تمام. قال لي بص يا بلبل مصر انا هديك فلوس كتير. قلت له مش عايز، مسطورة. قال لي يا ابني فلوس كتير وهدعم لك صفحتك واخليها اكتر من 1,000,000 متابع. قلت له ها عايز ايه يا تميم؟ قال لي عايزك تخلي مصر تسخن وتحارب مع إسراء، وهديك شقة هدية تهرب فيها وتبقى جرب وفتيكة، والدويلة عندنا هتديك هدية حظاظة وبتنور في الضلمة وجراب للموبايل. ها قلت ايه يا بلبل مصر؟ قلت له انا موافق، بس جبت اللي قال لي ايه؟ قلت له العب باليه. قال لي قلت له الشارع اللي وراه. هما مين دول اللي ورانا يا اسراء يا هلهوله؟ سبتوا التحقيقات اللي عندكم والرشاوي وجطر جيت والجواسيس بتوعكم اللي شغالين في كل حته وقاعدين بتحققوا تشوفوا احنا المؤثرين بتوع مصر بينزلوا ايه ومين وراهم، وبنبوظ العلاقات بينكم وبين مصر. طب لما انتوا جايبين ورا كده ما تتبطوا بقى، احنا مش ورانا حد، احنا مش ورانا غير كنتوا. بس لو عايز تعرف مين اللي ورانا، مين اللي بيقوينا، اللي ورانا ربنا، اللي ورانا جيشنا، اللي ورانا قيادتنا، اللي ورانا شعبنا المحترم، اللي ورانا دراعنا. لا والغريبة بقى بيقول لك بعد انتهاء التحقيق وصلوا لايه؟ وصلوا اننا تبع جطر بنت الوزة وعلى علاقة بقضية الفساد جطر جيت. جيت فين؟ بذمتكم دي مخابرات حنتي، دي مخابرات حنبلي بالسجق. ده احنا يا هلهولة ما بنكرهش في حياتنا غير جطر بنت الوزة، هي وقناة الحقيرة بتاعتها ولا الحظيرة. ده احنا كرهنا بفتيكة بسببها. شوف يا شباك انت وامان، علشان انتوا الاتنين مالكمش امان، ومن الواضح ان نفخكم
عيان. احنا لا تبع جطر بنت الوزة، ولا احنا تبع مخابرات مصرية، ولا احنا تابعين لحد. احنا تبع بلدنا، تبع نفسنا، تبع ضميرنا، وتبع حريتنا. كل واحد تبع نفسه بيقول الكلام اللي هو قادر يقوله، كل واحد بيقول الكلام اللي حسه. لا احنا زيكم بقى ولا زي الناس اللي عندكم، لا بيجي لنا سكريبتات نقولها ولا احنا موجهين. بدليل خشوا صفحات كل واحد فينا هتلاقي كل واحد بيقول موضوع من تفكيره هو، من اتجاهاته هو. كل واحد بيدافع عن بلده بطريقته، ومعظمها مواضيع مختلفة او موضوع ترند كلنا بنتكلم فيه. هتلاقوا في ناس بتسمعني وما بتحبش تسمع حد تاني، وحد تاني بيتسمع وحد ما بيحبش يسمعني، وهكذا. وبعدين ما تنشافوا كده يا كيان حنتي، لسه التقيل جاي ورا. ما هو اللي يجي على مصر واللي بيدافعوا عن مصر يستحمل بلبل مصر. شيروها له. بلبل مصر.